النهارده جايب لك احسن عربيه ممكن تشتريها في السوق المستعمل من 60,000 جنيه لحد ال 150,000 جنيه. ودي سلسله هنكمل فيها لحد المليون جنيه على شكل حلقات. وبدايه الكلام كده، ما تشتريش اي عربيه رشه دواخل او عامله حادثه، واكشف على اي عربيه هتشتريها في مكان معتمد ومكان مضمون. والاسعار اللي في الفيديو دي هي الاسعار اللي بتنافس بيها حاليا في السوق المصري. انا عارف انها غاليه بس ده اللي موجود. قبل ما ندخل في الفيديو، لايك وشير عشان تدعمني. اول عربيه معانا النهارده وهي سوزوكي ماروتي. العربيه دي من 50,000 لحد 75,000 جنيه. عربيه اقتصاديه هاتشباك صغيره ما بتستهلكش بنزين، بس طبعا ولا تدور على الشكل ولا على الكماليات. تاني عربيه وهي الشيهين 96، ودي بتعمل من 60,000 لحد 80,000 جنيه. عربيه حماله اسيه وهتشيلك في وقت زنقتك. تالت عربيه وهي الاوبل فيكترا 95، ودي من 70,000 جنيه لحد ال 100,000 جنيه، وفي منها المانوال وفي منها الاوتوماتيك. عربيه ممتازه جدا بس قطع غيارها غاليه واستهلاكها في البنزين عالي شويه، بس هتاخد منها تجربه سواقه مش موجوده في الفئه السعريه دي نهائي. بعد كده الكيا برايد، ودي عامله من 90,000 جنيه لحد ال 110,000 جنيه. عربيه عمليه واقتصاديه واعتماديه وما عملتش اي مشاكل مع الملاك. بعد كده الهيونداي اكسنت، ودي سعرها من 100,000 لحد 150,000. في منها المانوال وفي منها الاوتوماتيك وفي منها المكيف كمان. عربيه عمليه واقتصاديه وقطع غيارها رخيصه واستهلاكها في البنزين بسيط وما عملتش اي مشاكل مع الملاك. واللي اقل منها على طول الهيونداي اكسل، ودي من 75,000 لحد ال 100,000 جنيه. عربيه حماله اسيه وكل الناس بتشكر فيها والناس بتحبها، واعاده البيع بتاعتها سريعه جدا. بعد كده اوبل كورسا التسعينات، ودي سعرها من 70,000 لحد ال 100,000 جنيه. عربيه ثباتها هايل جدا وشكلها لطيف وشبابي وهاتشباك. عربيه جميله، قطع غيارها غاليه شويه، سلاكها في البنزين معقول، بس عربيه حلوه كاجمالي. بعد كده سوزوكي سويفت التسعينات. العربيه دي سعرها من 60,000 لحد 80,000 جنيه. عربيه حلوه جدا واعتماديه جدا وناعمه جدا، بس خلي بالك العربيه دي بتنزل من غير تكييف. في تعديل بيتعمل لها وبيشتغل فيها تكييف، بس التعديل ده مش مضمون. بعد كده الداينو فيراتو، ودي من 130,000 لحد ال 170,000. عربيه واسعه وثابته وشكلها جميل وتكييفها ثلاجه. في منها المانوال وفي منها الاوتوماتيك، بس خلي بالك العربيه دي في مشاكل في العفشه بتاعتها، بتبوظ جلب المقصات بسرعه جدا. وفي ملاك كتير قوي اشتكوا من الفتيس الاوتوماتيك بتاعها. بعد كده سوزوكي التو، دي من 130,000 لحد ال 150,000. عربيه صغيره وهاتشباك وشكلها لطيف ومكيفه، ممكن تجيب منها حاله كويسه لحد ال 150,000 جنيه. بعد كده الهوندا سيفيك 92، ودي من 120,000 لحد ال 150,000. في منها المانوال والاوتوماتيك. عربيه ناعمه جدا وسريعه جدا وثابته جدا وشبابي وبتتعدل كتير جدا. بعد كده الاوبل استرا من موديل 2000 لحد 2006، الالماني منها والبرازيلي. ممكن تلحق تجيب منها حاجه ب 150,000، بس هتحتاج منك شويه مصاريف. عربيه محترمه جدا بس قطع غيارها غاليه جدا. ثابته على الطريق بس ادائها في التسارع متواضع وعفشتها ناشفه شويه. ونيجي بقى لاحسن عربيتين في الفئه السعريه دي ممكن تجيبهم، هم الدايو لانوس والهيونداي فيرنا، ودول مش هنتكلم عنهم لان السوق كله عارفهم. عربيات مش تديك حاجات كتير جدا، بس عربيات دارجه في السوق ومعروف اولها من اخرها. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وكومنت عشان تدعمني واقدر انزل بقيه السلسله وبقيه الفيديوهات لحد المليون جنيه.